من الشبهات اللي بتتقال في المقاطعة، وغالبا بتتقال من ناس مش عايزة تقاطع اصلا او ضد الفكرة، اننا بمقاطعتنا دي بنضر الشعب الامريكاني وبنعاديه، وان الحكومة حاجة والشعب حاجة تانية خالص. اولا المقاومة حق مشروع ما يختلفش عليه اتنين، ومن الطبيعي لما ندافع عن اقتصادنا وبلادنا واخواتنا ما نجيش نخاف على اقتصاد اعدائنا ونقول انهم هيعانوا الكلام الفاضي ده. والله لو جه على حساب اقتصادهم من غير ما نظلمهم ولا نعتدي عليهم فايه المشكلة؟ امريكا نفسها لما لقت العربيات الياباني بدأت تنتشر بشدة في السوق الامريكاني رفعت عليهم الجمارك عشان تجبر الناس انهم يشتروا المنتج الوطني. ده طبعا تفكير منطقي محدش عاقل ينكره، بالذات لما تكون عايز تقوم بلدك وترجع اقتصادك قوي تاني. ثانيا ما تفصلش بين الشعب والحكومة هناك بالذات، لان طبيعي الرئيس الامريكاني ده ما وصلش هناك الا بان الشعب اختاره وهو واحد من الشعب، وكذلك الكونجرس واي حد مسؤول عن القرارات هناك فهو شخص منهم وهم اللي بيختاروه، وبفلوسهم وضرايبهم الرؤساء بتاعتهم بتبعت المساعدات للخنازير. فما تخافش عليهم وخاف على نفسك انت، لانهم اصلا مش معتبرين وجودك وبيعتبروك عالم ثالث. ولو مش واخد بالك الامريكان نفسهم مقاطعين، وما بقولش الامريكان المسلمين بس، في امريكان يهود وامريكان مسيحيين مقاطعين هناك، وفي كل يوم مظاهرات بسبب اللي بيحصل وبيشوفوه على وسائل الاعلام بعد ما اكتشفوا بالصدفه انهم بيساعدوا في جرائم حروب بفلوسهم وبضرايبهم. وطبعا المظاهرات دي كلها بالنسبه لهم عشان دي حاجه انسانيه مش قضيه دينيه. عندك مش عيب عليك لما تلاقي امريكان يهود ومسيحيين مقاطعين وانت لا؟ مش عيب عليك تشرب بيبسي وتشتري من كارفور وتاكل من ماك؟ فوق وتنساش اخواتك وما تنساش اتعمل فيهم ايه وبيتعمل فيك انت ايه. ما تخليهمش يغسلوا دماغك وتبقى عبد عندهم، ولا تيأسوا، الا ان نصر الله قريب.